خلص العيد وباقي شوية شوى، وكلينا عيش لين ما قلنا بس. فأحلى شيء نسوي وقال السميد مع صالونة شوى اللي كل لقمة تنزل في الحلق كم الزبدة. وذهبي حابين يعطوكم عيدية متأخرة شوية بقيمة 100 ريال. تابعوا الوصفة وبخبركم كيف تربحوا. نفرم بصلة، شوية ثوم، كم حبة فلفل، حبتين طماط وبطاطا، نحمسهم بشوية زيت، ننزل الطماط وملعقتين معجون طماط، شوية ملح ورشة فلفل أسود، نضيف 3 أكواب ماء ونحط قطع الشوى ونخلي الصالونة تتسبك عليه ما تستوي البطاطا. ومثل ما خبرتكم ذهبي حابين يعيدوا على 4 أشخاص بقيمة 100 ريال. بس تابعوا صفحتهم، شاركوا الوصفة ل3 أشخاص وكتبوا عيدكم مبارك في التعليقات. وللأوغالي نخلط 3 أكواب ماء مع نص كوب سميد لحتى ما يثقل القوام وتتفتح حبات السميد، وبالتدريج نضيف عليهم 3/4 كوب سميد ونخليه على نار متوسطة وظلكم حركوا فيها علين ما يجيكم شد عضلي. أنا ضاعفت الكمية لأن ريحة الصالونة خلت كل البيت ينتظر. ولما يفصل الأوغالي عن الصفرية يكون جاهز، ننزله على صحن التقديم، نصب عليه الصالونة، نضرب بالخمس، وعليكم بألف عافية.